السلام عليكم، ازيكم؟ الاستاذ حسن مصطفى بيقول ايه رايك في موبيل 1 4 تي لموتوسيكل هوجن ايفو 200؟ الزيت عالي جدا، وزيت من الزيوت اللي بتتعمل مخصوص في موبيل، زيت كعب عالي يعني من الزيوت المحترمه طبعا ما فيش كلام. وينزل على كام؟ هو انت هتنزله على 1000. وعشان كده انا مش شايف في داعي انك تجيب زيت بالسعر ده دلوقتي. هتلاقي الزيت ده سعره معدي في الايام دي وعلى اسعار الايام دي، فانا شايف هات حاجه اقل شويه يعني. انما هرد على سؤالك وماليش فيه بقى. الزيت ده محترم وكويس جدا ويستحسن. لا مش ينزل على 1000، 1800 حد اقصى. 1800 حد، ما تعديش 1800 تحت اي ظرف من ظروف صيف شتاء في اي وقت. تمام. وما تقلش عن 1000. خليك في الرينج ده على حسب إيه بقى؟ على حسب مشيك وقرصك ودرجة الحرارة، البرد الشديد والحر الشديد بيقللوا على حسب حاجات كتير. ونصيحة بقى أخوية، خليك في 1300 1400 وتبقى ماسك في المضمون يعني. الاستاذ مايكل بوليس بيقول دايو 6 2019 وفيوري اف 200 دول شاسيهات ايه؟ مصري ولا صيني؟ دول شاسيهات مصري يا محترم، الاثنين معمولين في مصر وده لا يعيبهم الحقيقه. طيب بس على الشاسيه كده الحقيقه كان في الفتره اللي فاتت، لا السنتين اللي فاتوا كان في برجله في الشاسيهات الحقيقه. لكن اظن الموضوع ده اتلم، واحنا ساعتها ساعه برجله الشاسيهات دي قلنا احنا منتظرين منهم هيظبطوا الموضوع. ما هو مش ممكن الامور هتمشي على كده، والا يبقوا ناس لا تصلح لصناعه موتوسيكلات وانتاج موتوسيكلات. فكنا منتظرين طبعا، قلنا نصبر والدنيا تظبط. انا شايف الدنيا ظبطت شويه في صناعه الشاسيهات الحقيقه يعني، ظبطت. وما بتلاقي دلوقتي شاسيه مش قوي، ما بقاش كتير زي الاول يعني، النسبه قليله قوي. فردا على سؤالك يا محترم، هي شاسيهات مصريه. دو 6 2019 والفيجورو اف 200 شاسيهات مصريه. وطبعا الشاسيهات المحلي بيبقى عليها رموز بتثبت محليتها، بس ده عمليه معقده وطويله قوي. هو مش رمز كده اقول لك عليه، لا العمليه اعقد من كده شويه وعمليه خايله. انت اي حد رجاله عايز يعرف يقول لي بس اسم الموتوسيكل والموديل بتاعه، وان شاء الله نفيده على طول اذا كان مصري ولا مستورد باذن الله اريح يعني. الاستاذ عمر البيلي بيقول هو ايه الاحسن في السرعه والخامات، الهوجن ولا الحلاوه؟ شوف يا محترم، المقارنه ما بين النوعين دول من الموتوسيكلات بترجع لذوقك بشكل اكبر، لان الحقيقه ما فيش فروق جوهريه كبيره عميقه عقيمه ما بين النوعين دول يعني. ما فيش حاجه كده انا اقول لك واو ابعد عن الموتوسيكل ده. ما تيجي تبص الموتوسيكل هوجن، بس طبعا لازم يكون الموتوسيكل هوجن الاصلي يعني. تمام. حتى هوجن المحلي برضه دلوقتي بدا يبقى محترم الحقيقه. اول ما الموتوسيكلات اتوطنت وبدات تتعمل هنا، في الاول كان في لخبطه على اعلى مستوى والله. كان بص، كان بيجيبوا قطع غيار من شركات قطع غيار وبيجمعوا لك مواتير يعني، والدنيا كانت بزراميط الحقيقه. الدنيا دلوقتي انا شايفها اتظبطت شويه. فلما تيجي لتاريخ هوجن اثبت في السنين اللي فاتوا دول ان هو المواتير القديمه كانت مواتير محترمه، كان بينزل بترس خلف 38 على 15، الموتوسيكل كانت سرعته محترمه، كان بيعدي الحلاوه كسرعه. تمام. ما تيجي برده الحلاوه هتلاقيها اقل شويه في السرعه، لكن الحقيقه موضوع ان الهوجن كان بيعدي الحلاوه في السرعه ده كانت بتخدم الحلاوه في العمر الافتراضي اكتر شويه يعني. كنت تلاحظ كده ان مواتير الحلاوه ما كانتش تحل في نفس الوقت اللي بتحل فيه الهوجن كان يحل اسرع شويه، فدي كانت تديك ميزه. عمر افتراضي الحلاوه كان اميز شويه، لكن سرعه الهوجن كانت احسن شويه. دي في المواتير القديمه. بتيجي بقى في المواتير الجديده دلوقتي بسبب ايه بقى؟ المواتير القديمه بسبب الترس، وبرده في تغييرات جوه داخليه في الموتور بسيطه كده، كانت برده خدمه السرعه في الهوجن، فكانت بتخلي الهوجن شويه اسرع من الحلاوه، حاجه بسيطه لصالح العمر الافتراضي، وكان العمر الافتراضي لصالح الحلاوه. ما تيجي تبص دلوقتي هتلاقي الهوجن اصلا المواتير اتغيرت شويه، وبقى دلوقتي الهوجن بينزل ترس خلفي 42 تمام على 15 زي الحلاوه بالظبط. وهنا السرعه تقربت محترم وبقت تقريبا واحده. في عوامل طبعا بتاثر ان ده يطلع شويه ده ينزل شويه، لكن هي في النهايه الموتور بيدي لك سرعه واحده، ونفس كماليات كاوتش تروس كل حاجه المفروض ان هو بيدي لك سرعه واحده. فمن حيث السرعه في الوقت الحالي في المواتير الحاليه اللي موجوده في الشارع هي واحده. العمر الافتراضي الحقيقه يعني هو موضوع برده مش جوهري الحقيقه في الوقت الحالي، ولكن انا ميال شويه يعني للحلاوه يعني كعمر افتراضي كخامه يعني شويه بسيطه كده يعني. برضه الاستاذ بابا العدلي بيقول ده افضل ولا الهوجن؟ نفس الكلام بالظبط اللي احنا قلناه الاستاذ عمر، هو نفس الكلام يا محترم. الفروق ما بين الانواع دي من الموتوسيكلات ذوقيه اكتر من جوهريه يعني. ما تلاقيش فروق جوهريه. لو معاك موتوسيكل دايل اصلي فده موتوسيكل اثبت كفاءه فعلا في السنين اللي فاتت دي كلها. هوجن الاصلي هو موتوسيكل ممتاز الحقيقه. ما تقدرش تطلع فروق عقيمه ما بين النوعين دول ان انا اقول لك ابعد عن البتاع ده، لا مفيش. الموضوع متشابه، يبقى الذوق يا محترم هو محوري اكتر في الموضوع ده. انا شايف ان الدايل اللي في السوق
وزي ما قلت الدايو كان في بدايه توطين الموتوسيكلات كان في مشكله، اتظبطت دلوقتي الحقيقه. انا شايف كنا مع الشامين ساعتها انها تتظبط، يعني احنا كنا ساعتها بنقول لهم يا جماعه ظبطوا، احنا عندنا كنا بنقول نصبر شويه، الموتوسيكلات لسه بتتعمل جديد، نصبر اكيد الغلط هيتصلح. وانا شايف في الحقيقه يعني ان حصل تصليح بنسبه كبيره في موضوع اللخبطه اللي كانت في الاول. يعني كان بتوصل اللخبطه لدرجه ان انت ممكن موتور يعمل عمره ولا حاجه، تيجي تحل الموتور تلاقي فيه قطع غيار جاي، الموتور من جوه جاي من شركات قطع الغيار، يعني مجمعين موتوسيكلات من شركات قطع، يعني كان هبل يعني. انا شايف الدنيا دي اتظبطت شويه، والمشاكل دي ما بقتش منتشره، والدنيا اتلمت شويه للاحسن الحقيقه. وده كان شيء متوقع، لان اي حاجه بتتعمل جديده اكيد بيبقى فيها ديفوهات كتير يعني. انما برضه هم قدروا يجمعوا الى حد ما يعني بنسبه مقبوله، مش الى حد ما انا حاجه وحشه، لا بنسبه مقبوله ومعقوله وكويسه. نرجع لسؤالك، انا زي ما قلت لك مفيش حاجه جوهريه ان انا اقول لك ابعد عن ده وخد ده، ابقى ظلمت الموتوسيكل اللي انا قلت لك ما تاخدوش شويه. موضوع متكرر بشكل كبير، الموضوع بيرجع للاذواق، ذوقك بيحدد بشكل كبير. الاستاذ يحيى يويو بيقول هو معاه موتوسيكل جديد، يعني ظبط الاتجاهات بتاعته، موتوسيكل جديد. محتاج منك تقول لي حاجتين، تقول لي اسم الموتوسيكل وتقول لي جديد، يعني لسه بقى له قد ايه، يعني جديد دي كلمه مفتوحه، ما في سنتين جديد يعني. المقصود يعني خلينا نرد بقدر الامكان. مع موتوسيكل جديد ظبط الاتجاهات حوالي 5 مرات، في مكان بيظبط الاتجاهات كان بيلاقي الموتوسيكل بيسخن كان بيريح اتجاهات تاني. يعني هو بيسال سؤال دلوقتي محدد، هل كتر ضبط الاتجاهات بيأثر؟ لا ما بيأثرش ولا حاجه يعني، بس حاول الصواميل تفوت ولا حاجه، انما هو انا فاهم سؤالك، ما بيأثرش على عمر الموتور في اي حاجه يعني. شغلك نضيف كده، ما تفوتش المسامير انت بايدك كده ولا حاجه، ما بيعملش اي حاجه يعني. طمن. انا فاهم برضو انت بتسال على ايه، يعني انت تقصد تقول انت كده يعني الموتوسيكل بقى معيوب بقى، اتجاهاته اتظبطت كتير وبتاع، لا ولا اي حاجه، ولا كانك ظبطتها ولا مره يا عم، عادي مفيش اي مشكله. والاستاذ ابراهيم زنكل سال سؤال برضو كان لا اذكر مين كان ساله في الفيديو اللي فات، هو بيقول برضو لما بيجي يدور السكوتر فبيفضل دايس شويه على المارش، شويه على المارش، وبياخد وقت شويه كده يعني ما بيدور، يعني لازم يضل حاطط ايده شويه على ما الموتوسيكل بيقوم يعني، وبيحتاج يسند سنه بنزين على الموتوسيكل. شوف يا رجاله، لما بدنك دايس شويه كده على المارش والموتوسيكل بيقوم بالعافيه كده، بس انت تفضل دايس ويدور، واخد بالك النوع ده ما يطلعش بره حاجتين اتنين، يا المارش مش في حالته، يا الكهرباء بما فيها البوجيه يعني، تمام؟ ما بيبعدش بره الحاجتين دول، طالما هواك مظبوط ودنيتك مظبوطه وكل حاجه مظبوطه، هو ما بعدش بره التمام، يا كهرباء بما فيها بوجيه، يا المارش نفسه مش في احسن حال، تمام؟ ما تروحش بعيد عن الحتتين دول. اللي عايز يدور يلمس تك تك يقوم ناطق على طول، فهي القصه دي مارش كهرباء. خلاص. الاستاذ سامح الاسطنبولي بيقول معلومات مفيده، الله يخليك يا استاذ سامح. بيقول امتى استخدم الماده؟ هسيب لك فيديو تحت يا محترم في اول كومنت كنت بتكلم فيه عن تستخدم الماده امتى، الفيديو كله بيدور حوالين السؤال ده، هسيبه لك تحت شوفه وهتلاقي فيه اجابه كافيه عن سؤالك ان شاء الله. الاستاذ عصام اوزو بيقول اما فول التانك واحط غطا تانك على البنزين، مع العلم انا بحط بنزين 92، في خطوره مش احسن، اوعى تعمل كده، غلط شديد، وتكرار الموضوع ده غلط شديد يا محترم. في فيديو برضه هسيبه لك كنت بتكلم فيه مخصوص عن الحكايه دي، هسيبه لك تحت في اول كومنت يا محترم. الاستاذ علي محمد بيقول في حد زميله بيقول ان في موتوسيكلات حلاوه الكامتو، وفي منها استيراد بالكامل وفي منها محلي. الكلام ده في حد زميله في الشغل بيقول له كده يعني، الكلام ده صحيح ولا لا؟ يعني في نسختين من الحلاوه ولا لا؟ الاجابه لا، مفيش نسختين من الحلاوه. الحلاوه كلها محترم بتتعمل هنا جنب مصنع نيسان في الشركه الهندسيه في 6 اكتوبر، دي كل موتوسيكلات حلاوه الكامتو زي موتوسيكلات ابو حوا كلها كمان يعني، تمام؟ الدنيا مختلفه، مفيش كده، مفيش هنا نسخه من هنا ونسخه، مفيش في السوق دلوقتي نسخه هوجن استيراد كامل ونسخه هوجن محلي ونسخه، لا مفيش كده. هو بس الناس عشقها بس الموتوسيكل بيبقى مش هاين عليها يعني تقول انه محلي وبتاع. المحلي يا جماعه كان في الفتره اللي فاتت عليه ملاحظات كتير في جميع الشركات، انما الحقيقه الدنيا متظبطه في الوقت الحالي. انا شايف الموديلات الاخيره متظبطه، والعيوب اللي كنا بنصرف منها الناس مظبطاها الحقيقه يعني. اجابه انا عاوز اقول لك يا محترم، لا الحلاوه نسخه واحده اللي في السوق. انما بقى لو انت عايز تجيب موتوسيكل بقى من بره استيراد الصين تشتريه بنفسك وتدفع له جمارك بتاعته والقصه دي، ماشي ده استيراد كده يا معلم، بس مش هتلاقي اسمه الكانتو. فاهم؟ كلمه الكانتو دي بتاعتنا، فاهم انت ازاي؟ هتلاقي اسمه حلاوه وكل حاجه، وهتجيبه استيراد من بره وتمام التمام، لكن جميع موتوسيكلات حلاوه الكانتو يا بتاعتنا هنا، وموتوسيكلات حلوه مش وحشه، حلوه جدا
وانت برضه ممكن تقول واو، طب هو احنا ممكن نجيب استيراد وبتاع؟ ايوه يا عم ممكن تجيب اي حاجه مش بس الموتوسيكلات، بس خد بالك دي شغلانه بنت كلب، شغلانه معقده للغايه. وشركات الموتوسيكلات هنا كمان الوكلاء هنا بيخلصوا لك كل حاجه، بيخلصوا لك الورقيات يعني. انما انت لما تجيب من نفسك يا معلم، فانت هنا هتخش في شغلانه عقيمه، الافراجات بقى والورق هتقعد تلف لما تتمم الموتوسيكل عشان تروح بالمرور، شغلانه بنت كلب. مش هو الوضع اللي انت بتتعامل بيه مع الوكلاء هنا، لا ده وضع تاني خالص. ولو حابين اكلمكم في الاجراءات وازاي تجيب الموتوسيكل بره مفيش مشكله اكلمك، بس انا شايف عمليه مش مفيده. ليه بقى؟ العمليه معقده، وبعد انت ما تعرف كل التفاصيل هتصرف نظر عن القصه دي اساسا برمتها، يعني قصه الحاجه دي هتصرف نظر عنها تماما. وعشان كده انا مش شايف فايده. بس برضه لو حابب قول لي اقول لك على الاجراءات ايه اللي بيحصل، يعني مش اللفه الطويله حوالين نفسك دي ممكن احكيها لك يعني.